فاتت كانت عندي البانر دي، انا كنت شارياها وكنت عامله فيها كام ورق كده من جوه، حاجات حسب ما انا زي ما انا عايزاها. وفي نفس الوقت جات لي البلانر دي هديه، فانا شلتها قلت استخدمها السنه دي. هي مش كلها في مؤرخه، يعني حاجات بسيطه جدا هوريها لكم. فانا ان شاء الله السنه دي هستخدم دي مع اضافه شويه تعديلات، حاجات بحتاجها كل سنه، زي الجورنالينج عني وعن الاهداف بتاعتي وعن بطريقه مفصله اكتر. فانا هوريكم البلانر القديم فيها ايه، وبعد كده هوريكم التعديلات واحده واحده بقى اللي انا هعملها فيه. التقويم ده انا هطبع ورقه بالتقويم الجديد، او انا هعملها بالاختام بتاعتي واحطها هنا. يعني حتى هنا مترقم من 1 ل 31 كله كده بدون حتى حد 2 3، فده ممكن يعني مش عادي. هنا خطة السنة كلها دي. الورقة دي كويسة ان انا احط السنة، اهداف السنة كلها مثلا، واقسمها كل شهر هركز على ايه. هنا مناسبات السنة بقى، حاجات شخصية، معلومات شخصية. هنا امور ملهمة ومحفزة، امور ممتنة لوجودها. طبعا في كوتس او نصايح في كل صفحة ملونة. روتين الحياة المفضل. الحاجات دي انا اغيرها بحاجات انا يعني بستعملها ومحتاجاها بطريقة مفصلة اكتر. قائمة الاحلام والامنيات دي على ورقتين، كل ده جزء جورنالينج. اماكن اتمنى ازورها، مواهب وهوايات، يعني هي كلها ملونة مش محتاجة، ممكن بس انا لو احط ختم يدل على الحاجة اللي انا عايزاها او كده، حاجات بسيطة. الحقائق، اعادة صياغة الذات، خطط التغيير. هنا بقى حاجاتي المفضلة، طعام مفضل، مشروبات، اصدقاء مفضلين، كتب مفضلة، عادات عايزة اتخلص منها. بعد كده الاهداف، يعني انا كنت اتمنى الاهداف تبقى كلها قدام بعضها، بس هي متقسمة على كذا صفحة. اهداف انسانية، اهداف اجتماعية، عائلية، عملية، صحية، علمية، يعني واخدة 3 صفح كويسين. مقولات واقتباسات دي واخدة صفحتين. عندي كده الكتب اللي انا عايزة اقراها، هما حوالي كام واحدة، حوالي 9. 9 متقسمة على 2، 9 هنا 9 هنا، يعني ممكن 18. هنا حاجات انا تغيرات جذرية عايزة اقوم بيها، مثلا حاجة في شخصيتي عايزة اغيرها، حاجة عايزة اشتغل عليها جامد جدا في صحتي. كل ده متقسم على 2. بعد كده حاجة زي ميثاق السعادة، هعد نفسي ان انا مثلا هلتزم بعاداتي، احب نفسي اكتر، هعمل يعني الحاجات اللي انا عايزة اعملها كلها، بس ايه، بحاجة كأني بوعد نفسي بيها. هنا الرسالة بقى هكتبها لنفسي واخر السنة بص عليها. خطة يناير، هنا حجم الشهر ده، يعني انا بالنسبة لي في زمان ما كانش هيبقى عملي جدا، لكن انا بحس ان انا ممكن استخدم الحاجات دي. خطي صغير وبستخدم اقلام رفيعة جدا. وانا الكالندر الشهرية بستخدمها لحاجات معينة، زي مثلا الاماكن اللي انا كنت فيها، ولو في روتين رياضي معين بتبعه. فانا مش بكتب فيها حاجات كتير غير احداث مهمة، مثلا عيد ميلاد، مثلا فرح، مناقشة حد، وزي ما قلت لكم الرياضة، الروتين الرياضة اللي بتابعه، والمكان اللي كنت فيه، فده كافي جدا بالنسبة للمساحة الصغيرة دي. هنا بقى مشتريات، ملاحظات، روتين البهجة لأفضل شهر، أمور ضرورية. المساحات دي صغيرة، كنت أتمنى إنها تبقى كبيرة، بس عادي جدا ممكن أحط ستيكي نوت والزقها، أو ممكن أعمل ورقة تانية وتبقى تتفتح كده تطويلة، كنت بعملها قبل كده في الجورنال بتوعي. الأسبوع مش بادئ بقى على طول، لأ، الأول الأسبوع فيه حاجة زي ملخص للأسبوع كده، في قائمة المهام للأسبوع. دي واخدالها حوالي كام، حوالي يعني 14 سطر أو 12 سطر صغيرين، يعني حاجات مركزة جدا. ملاحظات، ميثاق سعادة، اتصالات، زيارات، مواعيد، حلوة دي ملخصة للأسبوع كله. أنا كنت الشهر ده بدأت أعمل حاجة زي كده، يعني بستخدم حاجة زي كده واكتب فيها كل حاجة خاصة بالأسبوع، ملهاش وقت معين،
وهنا بكتب الحاجات المتقسمة اللي فيها وقت معين. فانا الفكرة دي حلوة، ممكن بس ازود عليها شوية حاجات في ستيك نوتس صغيرة. نفس الكلام هنا في كل حاجة، وهنا الحاجات اللي مركزة في اليوم ده. مثلا راحة في اليوم، مثلا يوم الأحد ده مثلا راحة الحتة الفلانية الساعة كذا، حاجة مثلا في مقابلة الساعة كذا، في اجتماع الساعة كذا. فدي حلوة، مركز في اليوم هعمل الحاجة الفلانية. هنا بقى حاجة زي جورنالينج برضو، سعيد وممتن لإيه، اترك أثر في المجتمع، ساعد الآخرين، زاوية الإلهام. هي صغيرة برضو قوي، مش زي الجورنال، بس أنا بالنسبة لي المساحة دي كويسة. اللي هو هستعمل برضو معاها، هستعمل نوت تانية للجورنالينج بوجه عام او للتودو ليست. لو في حاجه مثلا اسبوعي مفيهوش حاجات كتير، بس يعني ايه، ساعات اسبوعي يبقى فيه هركز مثلا على بحث معين، هعمل تجربه معينه، هعمل حاجه هركز فيها في الاسبوع ده، هركز على الحاجه دي بس. فهي تبقى كافيه جدا للنقطه دي. الاسبوع واخد صفحتين، يبقى الصفحه الاولى فيها الملخص بتاع الاسبوع، اهم المهام اللي هعملها، اتصالات، زيارات، مواعيد. والاسبوع متقسم على حاجتين، مش متقسم حد 2 3، لا، يوم اول، يوم تاني، يوم تالت. فدي حلوه، انا ممكن اكتب اسم اليوم ورقم اليوم، لان هنا عنوان الاسبوع مثلا من اليوم الفلاني لليوم الفلاني. بعد كده في ايه، زي مراجعة اسبوعية بسيطة صغيرة. والاسبوع التاني وهكذا، يعني كل الشهور كده. بس طبعا كل شهر وكل كل اسبوع بثيم مختلف. في حاجات زي كده زي قوائم طور نفسك، تشغيل نفسك، انا لسه مجربتهاش عشان دي عندي من السنة اللي فاتت، مش عارفة هي شغالة اصلا ولا نظامها ايه. عايزة اشوف بس في مراجعة ربع سنوية ولا لا. في نهاية كل شهر في تقييم شهري. يعني مثلا هنا تقييم مارس مثلا، الاحداث السعيده، المهام اللي انا انجزتها، الحاجات اللي ما انجزتهاش. هراجع نفسي، مودي الشهر ده كان عامل ازاي، هراجع الميزانيه. فدي حلو المراجعه دي. الحلو ان في مراجعه اسبوعيه صغيره، وطبعا ومراجعه شهريه، فدي كويسه. بس برضو انا عايزه اشوف في مراجعه كل 3 شهور ولا لا. غالبا لا. الاجنده بتستمر كده، في طبعا فيها عبارات تحفيزيه او نصايح، حاجات زي كده. وبعد كده طبعا باستثناء المراجعات تبتدي بقى الأجندة تمشي في كل الوقت لحد آخر السنة كده، تقييم ديسمبر. بعد كده بقى زي حاجة زي تقييم السنة بوجه عام، أخطاء اتعلمت منها، إنجازات السنة، والسنة دي كانت سنة سعيدة، ايه اللي حصل فيها، ايه اللي ما حصلش فيها، وذكريات السنة. الذكريات واخدة لها صفحتين، ممكن نحط صور، وخطة السنة الجاية. دي حاجات بسيطة قوي اقدر مثلا اركز عليها السنة الجاية لو انا مش عايزة انساها. طبعا انا في حاجات كتيرة جدا هضيفها. الحاجات دي انا بحتاجها كل سنة، ويعني من خلال خبرتي عرفت ان انا الحاجات دي لازمة بالنسبة لي. مثلا زي مثلا ايه، اليرلي كالندر دي اكتبها، الفيجن بورد بحتاجها جدا، الكورس تراكر، الكورسات اللي باخدها اونلاين ولا مش اونلاين، طب ليها شهاده ولا لا، استلمت الشهاده ولا لسه استلمها بعدها بفتره. فالحاجات دي كلها لازم اتابعها. ايه تاني، الورك شوب تراكر، في ورك شوب حضرتها، طب حضرتها امتى، في التاريخ الفلاني، هل هتتكرر كل فتره ولا هي مثلا مره ولا لا. الفيوتشر لوج دي اساسي عندي. الفيوتشر لوج يعني انا بكتب السنه كلها متقسمه مثلا بالطريقه دي، هي كده، واكتب تحت بقى الحاجات اللي المفروض هعملها في كل شهر من الشهور دي، اما احداث تبقى جايه او حاجات ضروريه، بحيث ان لما اجي اوصل للشهر اعرف الشهر ده انا هعمل فيه ايه. دي طبعا بعملها طول السنه. في حاجه زي السيفنج جولز، الديبت تراكر لو عندي اقساط عايزه ادفعها. في برضو الهيلث تراكر، في فيتامينات باخدها، ادويه باخدها، اونلاين اوردرز، يعني اوقات كتير بطلب حاجات اونلاين، فانا عايزه اعرف طلبتها امتى، هل عدى عليها وقت، طب عدى الوقت ما وصلتش ليه، اقدر اتكلم مع التاجر او اتكلم مع الحد اللي انا مراسلاه، وهكذا. فالحاجات دي كلها هضيفها واحده واحده، وهشارككم كل ورقه بعملها. الحاجات دي كلها انا طبعا بعملها يدوي بالاختام بتاعتي والاستيكرات، وهشارككم كل جزء بعملها في ازاي. اشوفكم ان شاء الله المره الجايه.